صباح الهنا والسعادة والجمال على عيونكم. النهاردة هنعمل أكلة أنا شخصيا من عشاقها. أكلة كده جميلة ولذيذة وخفيفة، أنا عن نفسي بعشقها. حد عرف الأكلة الجميلة اللي بغرفها دي إيه؟ طب اللي عرف يقولي في الكومنتات. الأكلة دي فشة عاملاها بتومة كده وقرن فلفل سبايسي، ريحتها مالية البيت. أكلة خطيرة غرفناها، ويلا بقى نشوف احلى طبق فشه معانا. بصوا الجمال والحلاوه، انا عن نفسي مش قادره امسك نفسي وعايزه اكل قوي. هزينها كده بقرن فلفل اخضر، ويلا بينا بقى ندوق كده اجمل واحلى طبق فشه معانا. اللي وصل معايا لغايه هنا يشير الفيديو ويحط لايك حلو وكومنت جميل زيكم. وعايزه اقول لكم الفشه انا دقتها خطيره خطيره، يعني جربوها بجد جميله. يلا بقى نخش على الوصفه. معايا هنا الفشه غسلاها كويس ومقطعاها وحطاها في المصفى تتصفى. الفشه بغسلها ازاي؟ بقطعها حتت صغيره كده، هي لسه هتكش في السليق، وبشطفها تحت ميه جاريه وبشيل منها اي حاجه. وبعد كده بجيب طبق احط فيه ميه واحط فيه دقيق واحط فيه كميه ملح حلوه واعصر ليمون واحط الليمون بقشره وادعك الفشه جامد. وبعد كده احط ميه واسيبها تتنقع حوالي نص ساعه. في ملحوظه بسيطه، لو الجو حر يا جماعه وبنعمل الطريقه دي عشان نغسل الفشه، نحط اي حته تلج في الميه واسيبها نص ساعه، وبعد كده اغسلها تحت ميه جاريه، وبعدين احطها في المصفى تتصفى واركنها بقى على جنب تتصفى خالص براحتها. وهنا بقول لكم انا مقطعاها، كل واحد يقطع الحته يعني الكميه اللي تناسبه. ويلا بينا نشوف المرحله اللي بعد كده. المرحله بقى اللي بعد كده، انا هنا معايا بصلايه بعد ما طبعا صفيت الفشه، معايا 2 طماطم، معايا بصلايه حلوه وسط، معايا كمان عود كرفس، معايا جزرتين صغيرين كده مقطعاهم او جزرايه كبيره. كمان هنا معايا ورق لوري، حط 5 6 7 ورقات، معايا فلفل اسمر، معايا كمان حبهان 4 أو 3 فصوص، معايا بقى 3 فصوص مستكه. انا هنا بوريها لكم لانها مش باينه خالص في الطبق. تمام لغايه كده طريقه سهله ومفيش اي مشاكل. على النار وهحط حله فيها ميه وهنزل بورق اللوري والمستكه. المستكه هنا باينه شويه اهي، والفلفل الاسمر والحبهان. وبعد كده انزل بالطماطم، الطماطم مقطعاها كده 4، والبصلايه برضو شقاها. وحطيت كل الحاجه اللي احنا قلنا عليها، ورق اللوري، عود الكرفس، البصل، الطماطم، الجزر، وسبتهم يغلوا حوالي 3 4 دقايق. وبعد كده هننزل بالفشه، والفشه متصفيه خالص انا سايباها في مصفى، نزلت كل الميه اللي فيها. حطينا الفشه اهيت وهي بتبقى عايمه على الوش كده حبايبي، هنغطيها ونخلي بالنا عشان ما تفرش على البوتاجاز. وهنا بعد ما غليت كده حوالي 10 دقايق ربع ساعه، اديتها تقليبه وبوريها لكم وهوريكم خطوه بخطوه. هنا حبايبي واضح ان هي قعدت لها حوالي كده كله على بعضه نص ساعه، وبقلبها وبوريكم. وبصوا الفشه كشت ازاي، الحته كانت قد دي مرتين. ورجعت لكم تاني والفشه خلاص كده داخله في السوا اهي وريحتها جميله. قبل ما اطفي عليها ب5 دقايق هنزل بالملح، وهنا نزلت كمان بشويه فلفل اسمر. هديها تقليبه وهسيبها على النار 5 دقايق بالظبط بعد الملح. لما ما بنحطش ملح مهما بنرش عليها ملح من بره، من جوه بيبقى طعمها عادب او مايع كده، طعمها مش حلو. لكن لما بنحط الملح قبل ما بنطفي ب5 دقايق زي ما انا حطيت الملح وطفيت دلوقتي كده وانا معاكم، بتبقى جميله. دلوقتي بقى انا طفيت وهطلع الفشه. طبعا الشوربه دي يا جماعه بتترمي، انا ما بستعملهاش خالص،
دي مجرد وسيلة ان انا بسلق فيها الفشة بس، لكن برميها. هنا طلعت الفشة اهيت وهركنها بقى على جنب كده لغاية ما تبرد. الفشة اهي وبردت. بصوا كانت قد ايه يا جماعة في المصفى، ودلوقتي بقوا محبة قد ايه. هي بتكش، بس اكلة خطيرة. دلوقتي بقى هجيب البلانشة وابتدي اقطع الفشة قطع صغيرة. لو انت حابة تعمليها بنفس القطعة الكبيرة دي مفيش اي مشاكل. هقطعها حتت صغيرة. الفشة اكلة جميلة وحلوة، وفي ناس كمان بيعملوا جنبها كبدة وطحال، بس انا ما بحبش. هنا بقول لكم هقطع الكمية كلها وارجع لكم. ورجعت لكم بعد ما قطعت كمية الفشة اللي كانت معايا، وبوريكم ان هي كلها قطع صغيرة. المرحلة بقى اللي بعد كده ايه؟ نركن الفشة على جنب. معايا هنا حلة فيها حوالي معلقتين توم، معلقتين توم صغيرين يعني معلقة كبيرة. ومعايا قرن فلفل سبايسي احمر او اخضر اللي يعجبك، غسلاه وهقطعه حلقات كده على التوم. التوم ده مفرز، عشان كده انا كنت سايباه يعني في الحله يفك شويه. تمام كده. دلوقتي بقى هاخد التوم مع الفلفل واحط لهم ماده دهنيه. عايزه تحطي زيت تحطي سمنه، انا عن نفسي حاطه زيت، بس يبقى زيت ريحته حلوه. ولعت عليهم النار وهديها تقليبه كده. الريحه يا جماعه جميله بجد، ريحتها التومه مع قرن الفلفل الحامي خطيره. التوابل بقى بتاعتنا هننزل بيها دلوقتي. معايا كزبره معلقه صغيره، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره فلفل اسمر، والملح حسب الرغبه. وهنقلب كده، قلب قلب. يا سلام على الريحه، الريحه خطيره. انا مش هسيبها تحمر، يعني التومه مش هسيبها تحمر. هنا حطيت الفشه وقلبت كده تقلبتين. بصوا الجمال والحلاوه، الريحه جميله جميله. دلوقتي بقى حبايبي انا شلتها من على النار. بصوا الجمال والحلاوه، الفشه كده فيها الثوم وفيها قرن الفلفل، حاجه كده يعني جمال الجمال. هنغرف بقى معانا طبق الفشه الحلو ده. وانا عامله سلطه طحينه، بس هما طبعا مستعجلين وخدوها بره. وعامله كمان سلطه خضراء مع العيش، بتبقى احلى اكله. ممكن تحمري جنبها طبق بطاطس. وهنا زينتها بقرن فلفل اخضر. وبدوق بقى معاكم الجمال والحلاوه دي، خطيره بجد، طعمها خطيره. يلا يا جماعه، اللي عجبه الفيديو يحط لايك ويشير الفيديو، وكمان تحطوا تعليق حلو زيكم كده. ويا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، الفشه بالثوم والفلفل السبايسي. واشوفكم على الف خير.